أستاذة حنان، أوكي، ربما متابعة صدى البلد الآن، أنت لايف على موقع صدى البلد الإخباري. لو يعني نتحدث يعني نعلم حالة القلق التي أنت عليه الآن والدقائق التي تمر ببطء، ولكن لو نتحدث عن كيف هذه الواقعة وهذه الصدفة التي لا تحدث لأي شخص عادي. عندي برنامج بودكاست على التيك توك على شخصي اسمه تعال نحكي لك، برنامج اجتماعي ترفيهي محتوى على تجارب الاجتماعية. نطرح عنوان الحلقة والناس تشارك في كضيوف، كل واحد يشارك تجربته ويحكي على قصته. ففي حلقة من الحلقات طلع شاب قصة وطلب انه يحكي قصته ويشاركها، وقال انا عرف بنفسه اسمه عمر موسى، وقال انا نبي نحكي قصة ممكن الكثير ما يصدقهاش لكنها والله العظيم انها واقع وحقيقة، فتفضل نسمعوا فيه كلنا. فقال في فتاة ليبية سيدة كان عمرها وقتها 14 سنة، كانت حامل وجنها آلام الولادة لما كانت في زيارة لأختها في مدينة بنغازي. هي جاية مسافرة من مدينة سبعة لمدينة بنغازي في زيارة لأختها، يعني فاجأنها آلام الولادة غادي، فوصلوها للمستشفى، سلموها للمستشفى. فكانت الولادة متعسرة من 7 الصبح ل7 المساء، وكانوا أفراد الطاقم الطبي كانوا من البلغاريين ومن الأوكرانيين. وبعد 12 ساعة من الولادة المتعسرة جيت أنا للأم، ولدت هذه السيدة قال فتاة، فرديت عليه قلت الطفلة وأنجبت طفلة عمرها 14 سنة الأم، كانت هذه بكريتها الأولى. المهم نعم، فقال بعد ما أنجبت هذه الطفلة أغمى عليها الأم لأنها 12 ساعة من الولادة المتعسرة يعني. فثاني يوم الصبح هي انتظرت الأم لما تفتح عيونها تلقى بنيتها جنبها فما فيش بيبي، فسألت الممرضة قالت لها توفاها الله، طفلتك توفاها الله، وهي خرجت من أحشائها سليمة. فانهارت هذه هي السيدة وخرجت من المستشفى وأعطوهم ورقة وروحوا للبيت. فكانت الأم تبكي على بنتها طفلتها أول رضيعة لها يعني، قالت أنا نبي نزورها في قبرها. فتفاجأت بأن زوجها يقول لها أنا ما عنديش قبر بنتي لأن ما عطونيش جثة البيت. فاستغربت الأم، فمشوا راجعوا للمستشفى، لا أعطوهم شهادة وفاة البنت ولا سلموا لهم الجثة. والأم من وقتها وهي تقول له أنا متأكدة أن بنتي ما توفتش، بنتي عايشة، بنتي ما توفتش. قعدت سنوات في هذه المدينة قبل ما تنتقل إلى جذورها يعني إلى مدينتها الأم في سبعة، وهي طول الوقت تحكي لزوجها ولأطفالها لما أنجبت بعد، تقول لهم أنا لو بنتي الآن موجودة فهي في عمر كذا، في عمر فلانة. لما تحكي مع أطفالها تقول أنا متأكدة أن بنتي عايشة. إلى أن عدت السنوات، إلى أن في يوم من الأيام شافت لقاء تلفزيوني لفتاة سمراء مستضيفتها إعلامية تحكي على قصة حياتها، وإني أنا لقوني قدام باب جامع، كرتونة قدام باب جامع، وبعدين حطوني في دار الأيتام لمدة 2 سنين، وبعدين تبنوني هذه اللي عشت وتربيت معاهم وترعرعت معاهم وحملت لقبهم لليوم. اسمي حنان المقوف، لقب العائلة اللي ربتني. فالأم بمجرد ما شافت اللقاء على الموبايل صرخت وقالت هذه بنتي. ومن هذاك اليوم وهي تحاول أن توصل فيها، كلمة عيالها وعلى مدار 4 شهور يحاولوا يتواصلوا معي. يعني هل خلال فترة البحث عن الأسرة هل وصلت حنان للجوف؟ كيف اختفت الطفلة حنان من المستشفى؟ للأسف. أو لماذا يتم إخبار العائلة أن الطفلة توفت؟ نعم، بعد ما ظهرت قصتي للعلن وانتشرت اكتشفت أني أنا مش الحالة الوحيدة، مش أنا البيبي الوحيد اللي تم اختطافه من المستشفى، مش من المدينة هذه فقط، في عدة مدن ليبية الكبيرة زي طرابلس، زي مصراتة، زي بنغازي. وأيضا الجريمة هذه جريمة منظمة حتى خارج ليبيا، نفس السيناريو، يقولوا لك البيبي توفى، لا يعطوك شهادة وفاة ولا يسلموا لك جثة الطفل. كان في عملية بيع للأطفال وقت هذا، كان في فترة. المهم والدتي بماذا يعني غير أن قلبها قال هذه بنتي،
لاني انا نسخه من بناتهم، وعندي اخوي شقيق ان شاء الله لما يجي هنا هو شبيه جدا، اخوي عمر باذن الله تعالى. فهم شافوا اني انا في شبه كبير بيني وبين عيالي، بين اخوتي غزو خياتي. طلع عندي 6 اخوات و6 خوات. يعني والدي عايش، نعم والدتي عايشه الحمد لله. والفرق بيني وبين والدتي 14 سنه بس يعني. فهم والدي ووالدتي داروا المستحيل في فتره ال 23 يوم هذا عشان يطلعوا اجراءات السفر، جوازات السفر والتاشيره والموافقه الامنيه، واليوم نحن قاعدين في انتظار اننا نلتقي بهم بعد 44 سنه يعني. انا بروحي ما نعلمش اني انا مخطوبه. انا كنت نعتقد اني انا مرميه، ان اهلي تخلوا عني يعني ابدا. ما عنديش خلفيه اطلاقا ان اهلي انا مخطوفه من بين احضان امي نهائي. كان شعورك ايه لما عرفتي ده؟ انا انهارت. انا اللحظه هذه اللي نحكي فيها معاك انا مش مستوعبه اللي صاير معاك. انا محتاجه وقت، انا محتاجه عمر باش نستوعب. انا محتاجه عمر. هل حصل لقاء اونلاين بينكم؟ نعم، من اول يوم، من اول ما صارت المكالمه هذه وحسيت انه يحكي علي، سكرت البث وحكيت معاه فيديو كول. شفت امي، شفت خويا، شفت خياتي، شفت ولد عمي. بعدين شفت باتي لما روح من التكريم، لانه هو ضابط من المحاربين القدماء في الجيش الشهيدي، وكان عنده تكريم في مدينه بنغازي. فلما رجع طيب حكيت معاه فيديو كول، يعني رغم ملامحه جدا بس هو حنون، قاعد يبكي لما شافني. ربنا يجمعكم. في شبه. نعم في شبه. نعم في شبه كبير. وهم طبعا لانهم باديه اهل الجنوب، هم معتمدين في الدم على الفراسه، يعرفوا ان فلان ولد فلانه بالفراسه، ملامح الوجه زي الاقاليم عندنا. زي الاقاليم بالضبط، زي الصعايده عندهم كذا، يعرفوا ان ولد فلان من مشيته، من الفراسه، من ملامح وجه، من العظم، من الابتسامه، من العين، من كل شيء. لو نتحدث عن الإعلامية حنان النقب وحياتها في القاهرة منذ أن انتقلت في عام 2013 ربما إلى هنا إلى القاهرة، كيف هي الإعلامية حنان؟ وهي إعلامية ليست أيضا إعلامية عادية، ولكن أيضا لها مسيرة إعلامية حافلة تقيمه من مؤسسة مراسلين بلا حدود، وأيضا مهرجان القاهرة للراديو. لو نتحدث عن حياتك في القاهرة وهذه الفترة الانتقالية. بصراحة يعني مرحلة صفحة كاملة في حياتي. يعني مرحلة انتقالي لمصر كانت يعني مرحلة جديدة في عمري. أولا بديناها كملناها بمسيرة النضال المدني السلمي. بحث المطار انت بتعملوا ايه؟ كل لحظة برجع تكتب كلمتين بس مش لا، ما هنا لا عشان اللايف لا أنا هقفل. ما انا بقول لحضرتك الفيديو. يعني ربما نعود يعني متابعي موقع صدى البلد بعد قليل نكمل مع حضراتكم. ربما هناك بعض يعني سوء في الإشارة هنا في البث المباشر. ربما نعود بعد قليل لنكمل القصة مع حضراتكم، وتكون أسرة الإعلامية الليبية حنان النقب قد وصلت. شكرا لحضراتكم. نعود بعد قليل. شكرا.